واللاعب اللي بيتمارض وعامل نفسه مش عايز يلعب، انا جايبك ب2.5 مليون دولار. انا جايبك ب32 مليون لما كان الدولار ب16، ولاعب من عندي ب5 مليون، وعندي المحضر اللي اتعمل في برج العرب في الفندق. عايز حاجه تاني؟ مش عايزين تنطيط، مش عايزين تنطيط. لما اكون جايبك ب32 مليون، يعني كان يبقى 2 مليون دولار، وتقول لي اصل انا عايز امشي دلوقتي جايب 300,000 دولار باللهم لا مؤاخذه. عارف نفسك طبعا. سامسون لغايه اخر دي عايز يثبت وجوده، واللجنه الفنيه شوف اتلغت من هنا، ادينا شفنا هو من هنا. ليه الراجل متضايق؟ بيقول لك انا كل يوم بقرا اخبار. الراجل كل اللي طالبه راس حربه وباك شمال، لانه خلاص هو خد فتوح ووظفه فين؟ في خط النص. ده طلباته، هي دي طلباته. بالنسبه بقى لعقوبه دونجا، بقول برضو الهبيه ده اللي بيقول لك فين رئيس النادي، يعني مش هتتنفذ. مش انا، ده اتحاد الكوره. لان احنا ما دام في قناه اتصال محترمه اتحاد الكوره، هو السؤال انت طلعت القرار ده، لا حد اشتكاك دونجا، لا حد حقق مع دونجا، لا هم اللي قالوا للراجل حضرتك ايه اللي بتعمله دون؟ بيدافعوا عن لاعب مسك مؤخره زميله وفعصها، اشتكى ايه؟ ابوها راضي وانا راضي، مالك ومالنا قاضي الكلام ده هناك في ميدان عبد المنعم رياض في الاتوبيس رقم 811. دايما بيراميدز كده بسم الله ما شاء الله. بيراميدز كسب الاهلي السنه اللي قبل اللي فاتت وطلع النادي الاهلي من الكاس، اعتقد مش اللي فات اللي قبليه تقريبا، فكروني كده، واللي هو من 3 سنين ده. وبعد كده بسم الله ما شاء الله القرعه خلت بيراميدز معانا للسنه الثانيه على التوالي. بيراميدز يعتبر هو خلاص الهرم الثالث في الكوره دلوقتي، لو احنا بنتكلم بمنتهى الصراحه يعني. وهتكلم على موضوع الاسماعيلي وكده، بس الهرم الثالث في الكوره هو نادي بيراميدز دلوقتي السنين دي هو بيراميدز. فبيراميدز معانا السنه اللي فاتت، يمكن احنا كنا كسبانين 1-0 وهم تعادلوا وضربات جزاء وخرجونا. السنه دي معانا برضو، يعني السنه دي احنا هنتقابل مع بيراميدز في الدور قبل النهائي، خلاص طرفي الدور قبل النهائي الزمالك وبيراميدز. فالمهم بسم الله ما شاء الله القرعه كده يعني حظها كده، من ساعه ما بيراميدز خرج الاهلي ما بيقعش معاه في الكاس. وبسم الله ما شاء الله احنا لعبنا بروكسي، وبعد كده لعبنا فاركو فرقه مقدمه موسم عالمي، ولعبنا المقاولين فرقه مقدمه موسم رائع، وهنلاعب بيراميدز. يعني بسم الله النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله بقى عنده صعوبات جامه. يعني الراجل لاعب السويس نزل الدرجه الثالثه، طبعا السويس فريق عريق وفريق كبير ونتمنى له يروح في حته ثانيه طب الراجل يا فرحوه 6 بتاع القرعه وبيراميدز وبتاع، ما الاهلي كسبان بيراميدز السنه دي 3 مرات واخد منهم بطولتين. مش عيب لما فرقه تنزل الدرجه الثالثه اكسبها بصعوبه 1-0 واديك على فيك انت 3؟ الزمالك اتغلب من 3 يا سريليل يا ابو 3 منهم جلال الشريف، واحد كهربا حطه صح.